الشجاعة هي الخوف بس وانت واخد خطوة. مرة كده بيضة نسر وقعت جوه عشة فراخ، طلع منها النسر وهو فاكر انه كتكوت، فبقى بياكل زي الفراخ وبيعمل نفس اللي بيعمله كل يوم، لحد ما جه يوم وشاف نسر طاير في السماء فارد جناحاته، فقال لهم ايه الطائر الجميل ده في قمة الروعة. كتكوت منهم قال له بس ما تبصش، خلي بالك ده ممكن يموتك، انت هتعرفش النسر ده ملك السماء، ده اقوى واحد في الطيور. النسر بص كده وقال له انت متأكد؟ قال له ايوه طبعا، اوعى تبص تاني. ومات النسر وهو فاكر انه فرخة وهو فاكر انه كتكوت. اوقات كده لما بنحصر نفسنا في حاجات معينة ما بنكتشفش احنا مين. بس في حاجة عايزة اقولها لك، احنا دايما بنسمع من تجارب الناس وبنخاف احنا نجرب، ما عندناش الشجاعة ان احنا نجرب حاجة جديدة، ما عندناش شجاعة ان احنا نخرج من منطقة الراحة ومنطقة الامان بتاعتنا. بس السؤال هنا هو ايه اصلا الشجاعة؟ المشكلة بقى ان هم غالبا ما قالولناش ايه هي الشجاعة. الشجاعة مش انك ما تخافش من حاجة، الشجاعة انك حتى وانت خايف تاخد خطوة لقدام وتجرب. احنا اللي بنخاف واحنا اللي بنقرر نقعد مكاننا، احنا اللي مش عارفين نبدأ منين، احنا مش بنبقى عايزين نجرب حاجات مش مألوفة، بنبقى عايزين نتبع القطيع لأنه ده اللي مألوف. يعني ما هم قالوا بقى وانا يعني هخترع الذرة، نفضل قاعدين بجد مكاننا قاعدين مش عايزين نجرب حاجة جديدة. اوعى تقولي اجرب حاجة جديدة. احنا حتى لما بنيجي نشوف حاجة جديدة نبقى عايزين نجربها، بنجربها عشان هم جربوها، لكن احنا ما ينفعش نجرب. لا انا مش هعمل كده طبعا. لو ما تعرفنيش، انا كوتش مديحة بالمناسبة، وعشان تشوفني تاني فمحتاج تعملي فولو وشير بقى وبس كده. باي باي.